من الحاجات الجميلة جدا اللي بنشتهر بيها في مصر ومعروفة عننا في كل البلاد هو الفطير المشلتت المصري. وطبعا عشان الفطير المشلتت ده يكون فلاحي أصلي كده هنعمله النهاردة بالزبدة، وهنحط عليه كمان قشطة، وهنعمله بقى طبقات رقيقة زي ما احنا شايفين كده، حاجة ما شاء الله. يعني أرق من الجلاش طبعا بكتير جدا. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة أي حد يقدر يعمله، يعني ما هيكونش مشكلة في عمايله ولا في الطريقة اللي هنفرد بيها الفطير. وطالما هنقول فطير بقى هنقول جبنة قريش، هنقول مرتة، هنقول جبنة يعني كمان حادقة أو مش. وممكن كمان في ناس تحبه بالعسل الأبيض والعسل الأسود. فاحنا هنعمله النهاردة يرضي كل الأذواق بطريقة سهلة وبسيطة. اللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، يشرفني جدا إن انتوا تشتركوا معانا في القناة. وكمان يا ريت ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله. وطبعا قبل ده وده اتمنى منكم ان شاء الله تدعموني وتعملوا لايك للفيديو. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. الاول كده انا عندي كيلو من الدقيق هنخلاه كويس جدا. هبدأ احطه في بولة العجان او على ايدك، يعني لو مفيش عندك عجان تقدري تعجنيه بايدك، هياخد منك مجهود شوية وله طريقة كده في عجنه. فطبعا النهاردة احنا هنعمله في العجان. اول ما احط كيلو الدقيق انا هجيب كده كوباية من المية، يعني تكون فترة. ابدا احط فيها معلقه كده زي ما احنا شايفين من الملح، وهبدا احطها على العجين. وبعدين برضو نفس الكوبايه هحط عليها معلقتين صغيرين من السكر، وهقلبهم كويس وبعدين هحطهم على العجين. طبعا انا بقلب في الميه لان يعني لو حطينا الحاجات دي ممكن ما تدوبش في الدقيق مع العجين، فيفضل ان احنا ندوبها في الميه الاول وبعد كده هنحطها. طبعا معروف ان العجينه بتاعه الفطير بتكون دقيق وميه فقط. فانتي هتجيبي، يعني لو انتي بتشتري الدقيق ده من عند اي واحد بتاع عطارة هتقولي له ان انتي عايزة دقيق فطير. مفيش دقيق فطير هاتي دقيق كل الاغراض وان شاء الله هينفع معاكي كويس جدا. طبعا انا هزود شوية مية بشوية مية لغاية ما العجينة بتاعتي تبقى تمام. انا يعني بالظبط كده حطيت حوالي 3 كوبايات واقل من الربع كمان من المية. فانتي على حسب بقى نوع الدقيق بتاعك وحسب احتياجه. العجينة بقى الطرية وناعمة وملسة زي ما احنا شايفين كده. هجيب بقى البولة بتاعتي ادهنها زيت كويس وابدأ ان انا احط فيها العجينة بتاعتي. العجينة دي هتعمل فطيرتين كبار او هتعمل 3 متوسطين. فانا حابة النهاردة ان انا اعمل الفطيرة كبيرة بنص كيلو من الدقيق. تمام كده. هنسيبها بقى تريح الاول كده ساعة على الاقل. طبعا احنا الوقت بنعمل في الشتاء والجو بارد. هتجيبي صاج كده زي ده وهتبدأي ان انت تدهنيه زيت كويس جدا وتبدأي تقطعي العجين. طالما هعمله 2 هعمل كل فطيرة يدوب كده 15 قطعة. 14 قطعة يعتبروا حجم واحد، والقطعة ال15 تعتبر كبيرة شوية. تمام كده. قسمتهم كده 2 وهبدأ بقى ان انا اغطيهم ادهنهم زيت زي ما احنا شايفين كده، رشيت عليهم رشة محترمة من الزيت، وبعد كده هغطيهم بحاجة كده بلاستيك، او يعني المناديل البلاستيك دي او كيس تلاجة افتحيه وتسيبيه لغاية ما العجينة زي ما احنا شايفين كده تغرزي فيها صباعك. تفضل زي ما هي، ده معناها ان العجينة ارتاحت على الاخر. الموضوع لو اخد ساعة اخد 2 ما تقلقيش. المهم ان احنا عايزين العجينة تبقى سهلة معاكي بعد كده وانتي بتفرديها، ما تعملش زي حتة الاستك وتشد وتمط منك، لا عايزينها تبقى مريحاكي جدا وانتي بتفردي. هاتي بقى في حدود كده ربع كيلو من الزبدة. انا بعمل الفطير دايما بالزبدة، سواء الزبدة الفلاحي او حتى زبدة فرن او اي نوع زبدة. واحط كده معلقة سمنة بلدي كبيرة، وطبعا انا مغرقاه بالزيت، وممكن كمان تحطي معلقتين زيت كده في وسط السمنه والزبده اللي احنا حطيناهم دول دلوقتي. تمام كده. عايزين بس نحطهم على النار لما يبقوا دافيين، مش عايزين درجه الحراره تبقى سخنه ولا حاجه، يا دوب يدفى كده. وبعد كده نبدا ننقل فيهم الفطيره الاولى. زي ما قلنا هي 15 قطعه، ونص كيلو دقيق عمل 15 قطعه. تبداي بقى تحطيهم كده في اي حاجة انت سخنتي فيها الزبدة او سيحتي فيها الزبدة. وزي ما قلنا تاني وبأكد انا مش عايزة درجة حرارة الزبدة تكون عالية علشان ما تسويش العجين. تمام كده متغرق كده زي ما احنا شايفين. هنركنه بقى على جنب وهنبدأ ناخد واحدة بواحدة. هبدأ كده بقى على المفرش السيليكون بايديكي الاتنين تفردي لبره.
شايفين مفيش اسهل من كده، سهلة جدا جدا. العجينة ارتاحت معايا، والعجينة بتاعت الفطير طالما اتعجنت كويس وارتاحت كويس هتبدأ ان هي بقى تديكي المطة الحلوة دي. حتى لو يعني حصل تخريم بسيط كده ما تقلقيش منه، ان شاء الله مش هيبان ولا حاجة، هيتدارى. وبقية العجينة ان شاء الله مش هتتخرم ولا هتتقطع معانا واحنا شغالين. تمام. نحط كده ونبدأ نجيب قطع تانية، نبدأ برضو ان احنا نفردها بالراحة كده، نسحب لبره نسحب لبره على اقصى حاجة فيها، يعني تبقى يعني زي ما احنا شايفين كده رقيقة وشفافة، والمفرش باين من تحتها تماما. تحطي كده يعني بلة من الزبدة اللي في اللي قدامك كده، اللي انت حاطة فيها العجين برضو تمسحي بيها. يعني لازم مسحة الزبدة دي بين كل الطبقات وبين كل التقفيلات، بنقفل عليها كده ونرجع نفرد كمان واحدة. فردت معانا على اقصى اتساع ليها، ونحاول ان الاطراف دايما نركز عليها علشان طرف يعني الرقات بتاعتنا ما يبقاش سميك ولا حاجة، كله زي بعضه. بعدين الرشة البسيطة دي، وبعدين تجيبي تقفلي عليها من الناحية دي والناحية دي، وكمان الناحية اللي فوق واللي تحت. تمام لغاية ما نخلص كل القطع بتاعتنا. شايفين كده العجينة اصلا ما شاء الله بدأت تفرد معايا بسهولة ازاي، في ثواني. يعني انا فردتهم والله ما اخدوا مني وقت تماما. تبدأ تتسع معاكي اكتر وتبدأ تتفرد معاكي اكتر. تعملي برضو نفس رشة الزيت او دهنة الزبدة عفوا، يعني اللي احنا اتفقنا عليها في الاول، وتبدأي تقفلي. تمام. هنكرر العملية دي لغاية ما نخلص كل كمية القطع العجين اللي عندنا، اللي هي بتاعت النص كيلو زي ما احنا اتفقنا. لسه احنا كده ما خلصناش. انا طبعا مش حابه يعني افصل، علشان انا عايزاكم تشوفوا الطريقه بالراحه وبسهوله، وتشوفوا حتى يعني الحته لو في حته اتقطعت بتلاقينا تلاشينا الموضوع وكانها مش موجوده. مش لازم ان احنا يعني نلحمها في بعضها او نلزقها او نهتم بالقطع ده. زي ما احنا شايفين العجينه فيها برضو شده يعني معايا، ولكن بتفرد معايا كويس جدا لانها مرتاحه. شايفين؟ تمام ما شاء الله. لسه كمان كام قطعة ونبقى احنا كده خلصنا الفطيرة. لو عملت الفطيرة بسمنة بس مش هتديكي نفس النتيجة الحلوة دي. فانا ما بعملش بصراحة الفطير تماما يعني بموضوع السمنة ده، لازم اعمله بالزبدة. وطبعا الزبدة الفرن النهاردة او الكريستال او جنة او اي نوع انت بتحبيه، او حتى الزبدة النيوزيلندي، كل ده موجود وسهل ان انت تجيبيه، وهي بتاخدش كمية كبيرة ولا حاجة. دي اعتقد بقى اخر واحدة، ويبقى كده خلصنا الفطيرة. هنلفها بقى لفة بسيطة كده وفي الصينية، وهنحطها. طبعا هندهن الوش كده بايدينا بس مسحة برضو من الزبدة، وبعد كده هنغطيها بالمفرش اللي احنا كنا مغطيين بيه العجين، او اللي هو المنديل البلاستيك. نركنها بقى على جنب ونبدأ نعمل في الفطيرة التانية. طبعا نفس الخطوات هنكررها، هنفرد برضو بنفس الشكل، وهنعمل مسحة بسيطة كده من الزبدة ونبدأ نقفل. قفلناها اخدت الشكل المربع ده، ونبدأ برضو نحط بقى ايه نحطها في قلب التانية ونقفل عليها، وهكذا لغاية ما نخلص كل الطبقات بتاعتنا. انا مش عايزة يعني اكمل لكم دي كلها كده في الفيديو، ولكن الفكرة ان شاء الله واضحة واضحة من الفطيرة الاولى. مفيش حد له حجة بصراحة انه معرفش يعمل الفطير بالطريقة دي. اذا العجينة اتعجنت كويس وكانت طرية معاكي بس مش بتلزق، وسبتيها ارتاحت الاول قبل التقطيع ساعة ساعة ونص مفيش مانع، بعدين قطعتيها، لو سبتيها بقى بعد التقطيع ساعة 2 3 مفيش اي مشكلة. تيجي تفرديها بتحطيها في الزبدة وهي طرية سايحة كده دافية، يعني لو سخنتي الزبدة قوي هتسوي العجين. بعدين بعد ما بتخلصيها بقى وبترقيها وبتعمليها بالشكل اللي احنا شفناه ده وبتحطيها في الصواني، برضو لازم تغطيها وتسيبيها براحتها شوية. بديها بقى نص فردة بعد نص ساعة كده، نص فردة زي ما احنا شايفين، وارجع اغطيها تاني وارجع اسيبها كمان ساعة على الاقل. انا عايزة العجينة بقى لما اجي ان انا يعني افردها تلاقيها بتجري تحت ايدك. اذا وصلت للمرحلة دي يبقى احنا كده تمام. طبعا ما ننساش ان احنا ندهن الصواني زبدة كويس قبل ما نفرد العجينة.
انا كنت دهنه شويه بسيطه، ولسه برضو هدهن الجناب، لان ده عشان وقت التسويه تخليها يعني تبقى ما شاء الله يعني ما تنشفش ولا تلزق معاكي، وتتسوى كويس جدا في الفرن. فانا لسه هدهنها تاني. غطينا برضو التانية وسبناهم حوالي ساعة. لما جينا بقى بعد الساعة نفرد، شايفين ما شاء الله ايدك كده لما بتعلم فيها العلامة ما بتروحش، ده معناها ان خلاص العجينة ارتاحت معاكي على الاخر. انا هبدأ افردهم لما ياخدوا حجم الصينية. دي الصواني اللي هي بتبقى صواني البيتزا او صواني الفطير او حاجة زي كده، بيبقوا 3 صواني في بعض. انا استعملت الاتنين الكبار، هما اللي انا حطيت فيهم الفطيرة النص كيلو. طبعا على حسب بقى ما انتي بتحبي الفطيرة بتاعتك تكون سميكة او تكون رقيقة، ده بيرجع لك انتي طبعا. وانتي بتفردي كده بترشي برضو شوية من الزبدة. عندك قشطة بقى تحبي تحطي قشطة فلاحي، حابة تحطي شوية سمنة بلدي على الوش. كل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي ممكنة جدا وهتفرق معاكي. طبعا لون الزبدة بيفرق معانا جدا جدا في لون الفطير وهو بيتحمر. بعد ما تفردي الفطيرة مفيش اي مانع من انك تسيبيها ساعة، ساعة ونص كده مفرودة في الصينية زي ما هي. حبيتي تغطيها كمان غطيها، وبعد كده نبدأ ندخلها الفرن. انا كنت حطاها على الشبكة، والشبكة دي فوق الصاجة بتاع الفرن مباشر، وبعد كده حسيت ان كده مش هتاخد النار اللي انا عايزاها، فشلت الشبكة وحطيتها في ارضية الفرن على طول. طبعا انا بعتذر لان اللمبة بتاعت الفرن عندي مش شغالة لسه، عايزة يعني اشوف فني او حاجة علشان اوريها لكم وهي جوه الفرن. ما شاء الله كانت منتفخة ومرتفعة جدا. وده بيبقى دليل على ان هي من قلبها مورقة، وعلى ان الفطيرة ناجحة معايا 100%. اول بقى طبعا ما حسيت ان هي عايزة تاخد شوية لون لسه كده من فوق، انا مش مشغلة الشواية ومشغلة الفرن على 200 درجة. بحط برضو شوية زبدة زي ما احنا شايفين كده، مفيش مانع واحنا مدخلينها الفرن. واول ما تطلع من الفرن كده بتبدأي بقى تجيبي قشطة وتحطيها على وشها، وبالفرشة كده تمسحيها بمسحة القشطة، تديها طراوة وريحة ولمعة، حاجة كده ما شاء الله تبارك الله في منتهى الجمال والروعة. طبعا انت لو بتشتري الفطيرة دي النهاردة هتبقى بمبلغ وقدره، وطبعا ما وعدكيش ان حد هيحطلك فيها يعني زبدة صافي كده، ولا سمنة بلدي، ولا كل الحاجات دي، ولا هتبقى بالنظافة ولا الجمال ده. اذا كانت بالنظافة والجمال ده فهتدفعي فيها مبلغ وقدره. تقدري تعمليها وتفرحي ولادك وتعملي حاجة نظيفة في قلب بيتك، ومش هتكلفك اي حاجة. دي الفطيرة التانية. برضو بدأت ما شاء الله تنتفخ معانا في الفرن كده. طبعا الفرن على حوالي 200 درجة، ويعني لما نخليها في أرضية الفرن أفضل من إن احنا نحطها على الشبكة عشان هي عايزة نار عالية. أنا ما بشغلش الشواية إلا في آخر دقايق علشان تاخد اللون النهائي. زي ما احنا شايفين الفطيرة التانية طلعت برضو. هبدأ ان انا اجيب برضو الوش اللبن اللي عندي، او لو عندي قشطة من يعني من بتاعة اللبن اللي انا بعملها في الجبنة القريش، اللي هي اللبن القشطة الفلاحي بقى اللي هي مش مغلية. بتبدأي برضو ان انت تحطيها، او تجيبي العلب اللي بتبقى عند اللبان، علب القشطة، وتبدأي ان انت برضو تدهني بيها بالشكل ده. ممكن تدهنيها زبدة، ولكن طبعا القشطة موضوع تاني خالص. شايفين الفطيرة؟ طبعا انا الفطير بتاعي مش بغطيه ولا اي حاجة، انا بسيبه كده في الهواء وهو ما شاء الله بيفضل طري. طبعا لو بتحبي ان هو يبقى ناشف بتقدري تحطيه في الفرن شوية زيادة لما ينشف معاكي، انما انا بصراحة بحب الفطير طري بالشكل ده. الفطيرتين طلعوا معايا اروع من بعض، اجمل من بعض، حاجة في منتهى الجمال. يكفي الريحة طبعا. التوريقة بتاعتهم حلوة قوي زي ما احنا شايفين. انا طبعا بصور وهو سخن لسه، حتى لما برد، وحتى يعني بتسيبيه بقى في التلاجة تطلعي تسخني منه على قد الاكل كده، او يعني لو انت عاملة بقى عدد اكبر ومحتاجة ان انت بتخزنيه، بتحطيه برضو في الفريزر وبتطلعيه قبل الاكل بوقت، وممكن في الميكروويف او بتدخليه الفرن لما يدفى معاكي ويطلع بالشكل الجميل الحلو اللي احنا شايفينه ده. الفطيرة طرية كده من غير تغطية ولا اي حاجة. طبعا انا عامله المش ده ما بقطعوش من عندي، عاملاه في برطمان كده وحطاه في التلاجة. طلعت بقى مش، طلعت مرتة، وبدأنا بقى بألف هنا وعافية كده ناكل. وعملنا كمان البسبوسة الجميلة دي، هنزل لكم طريقتها ان شاء الله. وطبعا الجبنة القريش دي كمان بيتي، فيبقى احنا كل حاجة النهاردة عندنا بيتي كده، حاجة ما شاء الله. خيرات ايام زمان اللي موجودة في بيوتنا وما زلنا بنعتز بيها وبنحبها. واعتقد كل الناس كمان بتحبها زي ما انا بحبها كده، وتتمنى ترجع للعيشة الجميلة بتاعت ايام زمان وكل خير زمان. اتمنى الفيديو كده ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم.
الفيديو بتاعنا خلص، لكن وصفاتنا لسه ما خلصتش ان شاء الله ولا انتهت. عندنا حاجات كتيرة ان شاء الله لسه هنقدمها مع بعض. اتمنى منكم اللي يشوف الفيديو يدعمني باللايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف ويوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير، دعواتكم لينا دايما كده، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.